انت اسمك ايه؟ اسمي عبد الرحمن. عبد الرحمن. تمام. انت برضو قريب من المدرسه هنا؟ ايوه ساكن برضو يعني. تمام. فكره المدرسه قريبه منك دي اغرتك برضو انك انت تيجي جدا يعني صح جدا. كده؟ أيوة. طيب ايه اللي خلاك بقى تيجي تتعلم الصنعه دي؟ اول حاجه والدي شجعني جدا لان انا بحب الرسم. حلو. انت في الاصل بتحب تقعد ترسم، يعني تعرف ترسم حاجات تصميمات بتاعتك. ايوه بالظبط كده. جميل. تمام. زائد ان المدرسه كمان بتعلمنا نظري، بتدينا مناهج نظري كويسه جدا، ونفس الوقت العملي بتاعنا، وكمان بتفتح لنا مجالات ان احنا نبدع ومسابقات وكده. فبالتالي انا يعني حسيت ان انا هلاقي نفسي في المكان ده هنا. جميل. انت طالع ثالثه برضه؟ طالع تاني. طالع تاني يعني بقالك سنه؟ بقالي سنه في عديت على كل عدينا على المراحل بس الاساسيه لسه الحاجات الدقيقه جدا اللي جوه لسه، اللحام لسه، حاجات كتير جدا. في ثانيه وثالثه بقى؟ في ثانيه وثالثه. لكن طيب. اولى بنتعلم اساسيات، بنتعلم اقسام، بنجرب كده. لكن في ثانيه وثالثه بنبدا في مراحل ان احنا ندخل نتعمق في حلو. الشغل. لما حد من زمايلك بقى بيعمل قطعه حلوه كده بتقعدوا تتنافسوا مع بعض؟ ايوه طبعا. طيب. قولي لي بقى بتعملي ايه؟ انا دلوقتي بلحم دلايه. هي الدلايه دي بتبقى يعني بنجيب شكل على حسب اللي احنا عايزينه، وبننشره عشان يبقى بيتفرغ يعني، وبعديها نعمل لها بطانه عشان بعد كده نحط جوه الفراغات دي الوان، حاجه اسمها مينا يعني. فبتدي شكل احسن طبعا يعني. بس بعد انا دلوقتي ما لحمت الدلايه فوق على البطانه، هبدا ان انا انشرها بالمنشار. تنشريها بقى عشان تبان بقى شكلها. تبان. بس طبعا عظيم. قبل ده كله هحطها في ميه نار. انت خلصتي السنه دي ها؟ والثلاث سنين بقى اتعلمتي فيهم كل المراحل؟ بالظبط. وبقيتي شاطره في كل المراحل؟ احنا يعني مش محدش فينا بيتخصص في حاجه معينه. احنا في الاول في الثلاث سنين بنعدي على كل المراحل، بنتعلمها من اول الديزاين اصلا لحد ان احنا نقدر نسوق للمنتج بتاعنا. تمام. وده اللي حصل في الثلاث سنين، والتجربه انا هحطها كلها يعني. طيب خليني بقى اسالك، انت ايه اللي خلاكي تيجي تتعلمي في الصياغه، في الصاغه؟ انا اصلا في اسكندريه، يعني من اسكندريه اساسا. فمن 3 سنين كنت في ثالثه اعدادي، خلصت ثالثه اعدادي كنت بمجموع عالي. فبالصدفه اتعرفت على المدرسه، كنت بسكرول على الفيسبوك عادي، لقيت ان المدرسه فاتحه باب تقديم للطلبه البنات عادي. كنت فاكره ان هي شغلنا للولاد بس طلع انت كنت فاكره ان الولاد بس اللي يقدموا؟ كمان اصلا مهنه الذهب دي او الصياغه عامه هي مهنه مش معروفه، محدش يعرف اصلا ايه المراحل بتاعتها، لان هي زمان كانت بزنس فاميلي كده. اكيد العائلات تحس العائلات مظبوط. كان كل حد زمان يعني بيورث التعليم المهنه دي لاحفاده واولاده بس. فالحاج الله يرحمه مصطفى نصار، مصطفى الله يرحمه هو فتح باب التقديم يعني للمدرسه. فانا كنت قلت يعني اجرب انت من الدفعه الاولى؟ لا تاني دفعه. تاني دفعه. والدفعه الاولى كان فيها بنات برضو؟ كان فيها بنات. انا استغربت ان عرفت ان في بنات فيها يعني. اخترتي مسار مختلف. برافو عليكي الحقيقه. طيب ايه اللي جاي بقى بعد ما خلصتي؟ انا خلصت ال3 سنين، اتعلمت كل المراحل في كل حاجه. انا يعني كل حاجه انا شاطره فيها، وفي حاجات معينه انا بحبها اصلا، بحب اشتغل فيها. غير طبعا التسويق اللي احنا اتعلمناه ورحنا معارض. التسويق. رحنا معارض كتير، منهم تراثنا ونيبو وحاجات كتير كده. بس فدلوقتي حاليا انا ان شاء الله هكمل تعليم جامعي، وفي نفس الوقت هتكملي تعليم الجامعي يعني المرحله اللي بعد كده؟ تدخلي جامعه ايه بقى؟ لسه هشوف والله يعني. كليه ايه؟ تدرسي ايه؟ هو مش يعني حاليا مفيش كليه تدعم المجال بتاعنا، بس ممكن اشوف حاجه تبقى مثلا في البيزنس شويه عشان اقدر ان انا افيد المجال بتاعي. من وخصوصا اصلا ان انا لما خلصت لقيت ان المهنه دي او المجال ده ليه طرق كتير ومفتوح كتير، سواء من ان انا اشتغل مع المصنع، سواء ان انا اقدر ان انا اصلا اعمل بيزنس ليا لوحدي او مع صحابي، او ان انا افتح مكان. من يعني انا دلوقتي انا اقدر ان انا اجيب ورشه او كل العده وانا اشتغل بيها لوحدي في البيت. يلا اللي جاي احلى ان شاء الله. وبرافو عليكي، برافو عليكي.